السلام عليكم. القضيه اللي هحكي حضراتكم عليها النهارده حصلت في محافظه قنا. اللي حصل بان الطفله اللي صورتها ظاهره قدام حضراتكم دلوقتي دي اسمها مي، عندها 8 سنين. الطفله دي قتلت على يد ابن خالتها. القضيه دي يمكن جديده ومختلفه واول مره نتكلم في وقائع من ذاك القبيل. اللي حصل بان خاله الطفله كانت متزوجه ومخلفه عندها شاب اسمه محمد عنده 16 سنه. انفصلت عن زوجها من سنه ونص. محمد ده عايش مع والده في الاقصر وبيتردد على والدته من فتره للتانيه، ولكن الشاب ده سمع ان والدته سمعتها ما بقتش كويسه في المكان، ووالدته بتمشي مع رجاله وليها علاقات برجاله كتير. فطبعا الشاب قرر ان هو ينتقم لشرفه. ازاي والدتي تعمل حاجه زي كده؟ طبعا من سماع الكلام من الناس. المهم ان الشاب خد بعضه وسافر من الاقصر لقنا وراح على والدته في الوقت ده ما كانتش موجوده. طلع على الشقه فوق على طول وفضل قاعد مستنيها هناك، وحشش وظبط دماغه وفكر بقى ازاي ينتقم من والدته. سلف الحظ ان الطفله مي كانت والدتها قالت لها خلصت الدرس بتاعك وروحي على طول. الطفله قامت جايه مخلصه الدرس وخدت بعضها وطلعت عند خالتها، قعدت فوق عندها. مين اللي كان موجود فوق؟ محمد. المهم ان الطفله قعدت معاه وقعدت تلعب على التليفون، ومحمد قاعد بقى عمال يفكر مستني والدته انها تيجي علشان يقتلها. فقعد بقى فكر الكلام ده نصا اللي قاله في التحيات. قعد بقى يفكر كده مع نفسه، طب انا دلوقتي لو قتلت امي طب ما هي مي هتفضحني، طب اعمل بقى ايه عشان اخلص من مي؟ فالباشا قرر انه هو يخلص على مي، وبالفعل ده اللي عمله. الاستاذ بقى خلى مي دخلت المطبخ وقام جاي طالع جري وراها وجايب سكينه، وعلى ما البنت طلعت من المطبخ كان مسكها من شعرها وقام جاي دبحها. طبعا الطفله ساعه ما وقعت على الارض هو شاف المنظر خد بعضه وطلع يجري. بعد كده الاستاذه دعاء عبد الله اللي صورتها ظهرت قدام حضراتكم دلوقتي دي، بعد ما خلصت شغلها شغاله ممرضه في احدى العيادات، وخدت بعضها وطلعت على الشقه فوق على بيت اختها علشان تاخد بنتها من فوق. لقت بنتها مدبوحه قدام باب الحمام. طبعا بقت تصوت وخدت بنتها في حضنها واتشالت قعدها على السرير علشان تشوفها يمكن يعني لسه فيها الروح، ولكن بنتها كانت ماتت. لما نزلت تحت الجيران قالوا لها على فكره احنا شاكين ان ابن اختك هو اللي ورا الموضوع ده، لانه هو اللي كان موجود فوق ولسه كان بيجري من شويه، طلع جري من البيت على بره على طول. ولكن الام قامت جايه ودت بنتها على المستشفى وقدمت بلاغ ان ابن اختها هو اللي ورا الموضوع ده. وبالفعل رجال الشرطه لما القوا القبض على المتهم الشاب اعترف بكل شيء. ولكن في التحقيقات هم بيقولوا له انت قتلتها مع سبق الاصرار والتراصد. قال لهم لا انا ما كانش قصدي اقتلها، انا اصلا كنت عايز اقتل امي علشان انتقم لشرفي، ولكن لما لقيت مي موجوده قلت كده الخطه فشلت، فانا لازم اخلص على مي علشان لما امي تيجي اقتلها براحتي. ولكن هو ساعه ما قتل مي هو شاف المنظر ما حسش بنفسه غير ان هو دخل في حاله هستيريه وجرى من البيت على بعضه، وما استحملش ان هو يستنى انه يقتل والدته على حسب ما كان بيقول. وفي الاخر تم حبسه 4 ايام على ذمه التحقيقات. بجانب كمان والده الطفله قدمت بلاغ في والد الشاب ده وفي اخته اللي هو حسن حمدي واخته رشا حمدي، قدمت بلاغ بالسب والقذف والتعدي عليها اثناء ما كانت موجوده في المحكمه علشان عايزين يخلوها تغير اقوالها. عملت محضر رقم 5853 لسنة 2022. فده كان بالنسبة لتفاصيل اللي حصل. ربنا يتغمدها بواسع رحمته يا رب ويلهم أسرتها الصبر والسلوان وخالص تعزينا لكل أسرتها. ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب من أي شر ويبعد عننا وعنكم أي سوء. هسيب لحضراتكم لينك المصادر تحت في الكومنتات، ادخلوا بصوا عليها. وما تنسوش حاجة مهمة جدا إن إحنا ناقلين الخبر وليس محققين. وهسيب كمان لحضراتكم لينك قناة اليوتيوب الجديدة تحت في الكومنتات. اتمنى كل اللي موجودين عندي يخشوا ويشتركوا ويفعلوا الجرس عشان عايزين نعلق قناه تاني بيكم، لان القناه القديمه كان عليها مخالفات كتير واتوقفت. انا حسام حماده، اشوفكم على خير الحلقه الجايه. السلام عليكم.